مرحبا، معكم فرح الخولاني من اليمن. معكم محمد من سوريا. أهلا فيكم في قناتنا على اليوتيوب، قناة عائلة فرح ومحمد. اليوم حبينا نصور ونساوي أكلة يمنية ما بعرفها ولا بعرف شو اسمها. اليوم قررت أعمل له عشاء أكل يمني، سمك اسمه ربيس، أكلة الربيس. ربيس. شو بدك تربصيني ولا تعجنيني؟ الربيس هذا أيوة. عبارة عن سمك، ولك هو عبارة عن سمك. تمام، هو عبارة عن سمك بس اسمه ربيس. ايه، ربيس مطبوخ بطريقة معينة وما يعرفوا غير أهل اليمن، ذاتا أهل الجنوب. يلا يعني نشوف. عدن، حضرموت، الحديدة، هذه المناطق. في بعضهم يعرفوا الشمالي، ولكن المناطق الجنوبية أكثرها تعرفها. يلا خلينا لنفوت نشوف ناكل ربيس. هالاسم الغريب، اسم الربيس مبين من اسمه ما شاء الله. والله لو دقته يا محمد انك بتكون كل يوم تقول لي اعملي. اذا ما طيبه لكن انت اصابع اذا ما طيبه بدي اقول ما طيبه. قطعنا بطاط صغير، مكعبات صغيرة، اوكي. بهارات مشكلة، كركم، وسلقنا السمك لازم ينسلق، ومش اي سمك، سمك التونة. يعني سمك بنسلق اول هو مرة؟ اصلا له اسمع لا تكون تستعجل. اول مرة بشوف سمك انا ينسلق. مش كده، له طريقة معينة، بس عاد احنا مبدئيا نسلقه. طبعا مش اي سمك، السمك الخاص في التونة. في اليمن في سمك اسمه، هو اصلا اسمه الولد او ربيس اسمه يسموه. بس لو ما وجدت، نحن طبعا في تركيا مش موجود، استخدمنا سمك التونة اللي يعملوا التونة. ايوه، تجي كده قطع كبيرة. يعني هاي الاكلة حتى في اليمن موجود. يعني هاي الاكلة اذا ما في أو سمك تونة. الثماد يعرفوا اليمنيين، طبعا اغلب اليمنيين كمان يطلع روعة طعمه، بس لازم بالبداية نسلقه. لازم سلق. ايوه، وان شاء الله كمان المرق تبعه بدك. لاش من مرق يا محمد، خلي احنا نكمل ملاه مش كده. خليتني يقلب يمني لك تشبك يا زلمه. يلا كمان فرمت هنا بصلة وبقدونس، يعني شوية كزبرة خضراء وثومة على حسب الرغبة الكزبرة، بس أنا أحب الكزبرة الخضراء فيها. يعني بنحط الزيت. أوكي. شوفوا هذا السمك بعد ما انسلق. هذا السمك بعد ما سلقناه وعصرناه من الماء، نشفناه من الماء وشيلنا منه الشوك والعالم اللي فيه. هلا شو هون حطينا بالطاوة أو بالمقلة، حطينا زيت. حلو. وشو بدك تنزلي؟ ننزل عليها البطاطا. ما شاء الله على هالبطاطا. ما شاء الله على البطاطا حلوة تشبهك. بعد ما تحمرت البطاطا واستوت، بننزل عليها السمك. اوكي. والله لونها بشحيطة. شهي، اول مرة جيب بتركيا سمك لونه محمر. انا بيعمل لونه ابيض. شو لونه محمر؟ ايوه محمر. هذا سمك متغاوي. وبعدين ضفنا الكبزرة خضراء، في ناس ما يضيفوا كبزرة، وضفت البهارات. اوكي. والآن بضيف الثوم. بدك تضيفي الثوم؟ ايوه. الآن شوف شكله بعد ما خليناه كله مع بعض، خلطناه. شوف حتى لون صار لونه. ما شاء الله مبين ريحته بشهي. على الريحة، ما بالك الطعم. طبعا الملح لازم نضيف الملح، مش الأكلة بدون ملح. اوكي. شوف كيف لونه أصفر من الكركم والبهارات، لازم فيه يكون اللون. والله الريحة بتهبل. يا ويلي ويلا. الريحة شو بتهبل؟ ريحة بتهبل. ريحة خبو. أصل لك هي ما أكلتيها؟ ياي، سويت لك اياها اول ما تزوجنا قبل 8 سنوات. سويتي لي إياها؟ اليوم استخبرت الصراحة، يعني اشتهيتها ابن عمي. ابن عمي. هذه النتيجة النهائية. يعني هي النتيجة النهائية؟ ايوه، هذا الربيس، هذا سمك الربيس. تديني؟ اخ يا الربيس، تعال شوفوا نربس لناكل اكلة الساحل. والله انك بتاكل اصابع يداتك ويدك وايديك ورجليك. هلا ندوق نشوف. قول لك الذوق هو المحاكي.
والله والله تاكل. دخل اكل اليمني طيب. انا بصراحه ما احب اهل اليمن. اكل الاهل اليمن. اصلا هذه الاكله بنعرفها لاهل عدن واهل الجنوب اكيد اللي بيتابعونا فاهمين قصدي. وبعدين عاد لو في رز ابيض جنبها وعشار يا بو يا سيدي ما ناقصه شي طاول. تفضلوا. وهي اكلتنا وهذا الفيديو تبعنا. انتظرونا بفيديو جديد. انتظروا الفيديوهات الثانية. طبعا مش كله طبعا نصور يومياتنا كلها حياتنا اليومية كيف نطلع كيف باقي ننبسط لكم كل شيء. كمان طبخات افكار. لا تخافوا ما راح ننساكم. باي. بس اهم شيء حطونا لايك اشتركوا بالجرس اعملوا حركات كلها ما في شيء حتى تعليق تعليق اي شيء. يساعدونا. يلا باي. باي.